السلام عليكم متتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال وفي صحه جيده ان شاء الله يا ربي. عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم هذا الشهر بالرزق والتيسير والفرحه يا رب. هنايا في هذا الفيديو غادي نشارك معكم البسطيله بالمكونات ديالها كاملين وحتى الطريقه ديالها من الاول حتى الاخير. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم يعني الطريقه وكل شيء. بقاو مع الفيديو حتى الاخير. في الاول البنات غادي نبداو بالمقادير اللي غادي نصبوا به الدجاج، يعني المرق اللي غادي نديروه للدجاج. عندنا هنايا الدجاج، يعني من الاحسن يكون جهه الصدر والفخذ، يعني كيجي زوين في البسطيله. وعندنا الخرقوم، وعندنا البزار وسكنجبير، وعندنا واحد الضامه ديال الزعفران اولا الزعفران شعره حتى هو الا كان متوفر عندكم. غادي نديرو مع واحد الكاس ديال الماء نخليوه يذوب، وعندنا شويه الملحه وشويه القرفه، وعندنا قرفه عواد، وعندنا السمن الحار الا كان متوفر، الا ما كانش بلاش. وعندنا واحد القبيطه ديال القزبور والمعدنوس. هنايا في الطنجره غادي نبداو يعني بالنصيب، غادي نصبوا المرق هو الاول، يعني كنديروا الدجاج، من بعد كنديروا الملحه بطبيعه الحال، كنديروا القياس ديالنا اللي غادي يقد المرق. من بعد كنضيفوا شويه الخرقوم، تقريبا معلقه صغيره تكون عامره. انا ضفت واحد شويه، ديما كنزيد ضروري، راكم عارفين يعني المهم عينكم ميزانكم. كنضيفوا سكنجبير حتى هو معلقه صغيره تكون عامره، وكنضيفوا تقريبا نصف معلقه صغيره ديال البزار. كنضيفوا القرفه عواد، انا متبعه مع الفيديو وكنقول لكم. وكنضيفوا تقريبا معلقه ونص ديال القرفه مطحونه، وخا درنا قرفه عواد ضروري نضيفوا القرفه تكون مطحونه. وعندنا معلقه تقريبا صغيره ديال السمن. ومن بعد كنضيفوا داك الكاس ديال الماء ديال الزعفران شعره، من بعد ما كنصفيوه، يعني كنديروا غير داك الماء ديالو. من بعد كنضيفوا ديك القبيطه ديال القزبور والمعدنوس، وكنديروا كلشي يتشحر، يعني كنديروه يتقلى، يعني حتى كيتقلى شويه عاد من بعد غادي نضيفوا داك نص كاس ديال زيت العود. ما كانش عندكم زيت العود، ديروا غير زيت الروميه، راه المهم انا متوفره عندي هذيك درتها. من بعد كنخلي كلشي يتقلى على خاطرو، وكنضيفوا داك الزيت، يعني كنضيفوا داك نص كاس ديال الزيت البلديه. كنحركوا بطبيعه الحال، يعني راه كنقليو مع التحرك. من بعد كنضيفوا واحد شويه ديال الماء، تقريبا نص كاس اولا ربع كاس، يعني على حسب، حيت من بعد غادي نديروا البصله وغتطلق لينا الماء ديالها. داكشي علاش ما غاديش نكثروا الماء في الاول، غادي نديروا غير تقريبا ربع كاس اولا نص كاس ديال الماء الا كنا محتاجينه. كنضيفوه وكنسدوا على الطنجره، كنخليو كلشي يتقلى وكلشي كيطيب، يعني طيب لينا الدجاج على خاطرو. من بعد كندوز للبصله، يعني البصله كيف ما شفتوا راه درت 5 البصلات ولا 6، مابقيتش عاقله. المهم طحنتهم في الهاشوار هكا مشلضين، يعني مشلضه رقيقه. من بعد كنضيفها لداك المرق، لداك الدجاج كنضيفها من الفوق، كنحرك واحد شويه وكنسد الطنجره ديالي وكنخليها طيب، يعني كنخلي ديك البصله حتى كطيح مزيان. البصله ها هي طاحت البنات، وها هي يعني طابت مرقه، ها يعني كيف ما بغيتها، يعني معسله. كناخذ داك الدجاج كنصفيه يعني من داك المرق، وكنوضعو باش يتسقطر ليا باش يبرد، من بعد باش نفتو. نكون معكم، بقاو مع الفيديو. هنايا عندنا 6 البيضات، نتوما ديروا غير 4، يعني عينكم ميزانكم. انا بالنسبه هنايا درت 2 بسطيلات، يعني ما كبار ما صغار، المهم مايا درت 2. كنفرغوهم في واحد الزلافه، يعني اللي يكونوا هكا خاسرين ولا شي حاجه. كنفرغوهم كاملين. من بعد غادي نطربهم مزيان، يعني غتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد غادي نطربهم مزيان، وغادي نفرغهم على داك المرق. ولكن قبل ما نديروا البيض، المهم هذه ملاحظه راه نسيت، قبل ما نديروا البيض راكم شفتوا باقي في الزلافه، كنهزوا واحد الزلافه ديال المرق من داك المرقه ديال الدجاج، نخليوها هكا حتى تبرد. من بعد غادي نحتاجوها باش نسقيو بها داك الدجاج اللي فرتتناه.
المهم غادي تشوفوا معايا كلشي في الفيديو. من بعد يعني داك المرقه اللي بقات لينا، ما بغيتش نقول لكم مرقه حيت هي ماشي مرقه حيت هي يعني داك الدغميره ديال البسطيله. المهم داك المرق اللي بقى لينا في الطنجره كنضيفوا عليه البيض، دوك 6 البيضات اللي طربناهم حركناهم شويه هكا في الزلافه كنضيفوهم. من بعد كنضيف شويه د القرفه، تقريبا نصف معلقه صغيره، نصف معلقه كبيره، وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال العسل. العسل صراحه كيجي زوين هكا في هذا المرق ديال البسطيله، وكيحيد لينا تقريبا هذيك الزفوريه ديال البيض، يعني ما كتبانش. علاش زدنا القرفه وداكشي؟ يعني باش ديك الزفوريه ديال البيض ما تبانش بزاف. كنحركو مزيان، يعني كنضيفوا البيض وكنحركو حتى كيتحرك كلشي مزيان، وكنقصوا البوطه ومره يعني كنطلو كنحركو حتى كتغمر لينا داك البيض مع المرق ديال البسطيله. من بعد كناخذوا اللوز، من بعد ما فسخناه ونقيناه ودابا كنشفو، غناخذ واحد الزويف هكا نقي وغادي نسرحوه فيه، وغادي نمسحوه مزيان، يعني نمسحوه من داك الماء. من بعد غناخذو وغادي نقليه في الزيت، راه درت الزيت بارده في الكاسرونه، وكنخوي فيه هذاك اللوز. من بعد وغنديروه باش يتقلى لينا، يجي غير محمر شويه، وغادي نحيدوه باش يتسقطر لينا من ديك الزيت. نخليوه هكا في شي شبيكه ولا شي حاجه كتسقطر، وغادي نخليوه حتى يتسقطر لنا من داك الزيت. من بعد غادي نحتاجوه، وهنايا ديك الدغميره اللي خلطنا معها البيض هكا كتجي ناشفه وكتجي زوينه، حيت مع التحراك يعني ما كنحبسوش التحراك، كنقصوا البوطه وكنبقاو نحركو حتى كتجينا بحال هكا. راه كيبقى فيها شويه د الماء، كنوضعوها في شي شبيكه ولا شي حاجه، نخليوها تسقطر من هذاك الماء، عاد كنسرحوها هكا في شي طبيسين ولا شي اناء باش تبرد لينا شويه. من بعد كندوزو للدجاج اللي حيدنا من قبل، كناخذوه كنفرتوه كامل، يعني كنفرتوه رقيق ما يجيناش غليظ باش يجي زوين هكا في البسطيله. من بعد كنضيفوا ليه ديك المريقه اللي حيدنا قبل. هادشي علاش كنحتاجوها، كنخلطوه مزيان مع ديك المريقه مع ديك الدغميره باش الدجاج ما يجيناش في البسطيله ناشف، يجينا يعني معلك وما يجيناش ناشف. هذا هو يعني اللي بغينا. وهنا كندوزو اللوز اللي خلينا حتى برد شويه، كنوضعوه في هشوار اولا اي طحانه عندكم، كنوضعوه كامل، وكنضيفوا ليه واحد 3 د المعالق ديال سكر سنيده اولا 2 معالق، يعني حلاوه على حسب الذوق ديالكم. كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف، كاين اللي ما كيبغيش. انا درت فيه 3 د المعالق كبار. من بعد كنطحنوه في الهشوار، كنطحنوه مزيان، ها هو كيف كتشوفوا، يعني كنطحنوا اللوز مع سكر سنيده بوحدهم. من بعد ما كنطحنوهم كنضيفوا واحد المعلقه كبيره تكون عامره ديال القرفه، وكنضيفوا ما زهر، يعني كنضيفوا تقريبا 2 معالق حتى ل3 د المعالق، يعني هاد النكهات يعني على حسب الاختيار ديالكم على حسب. من بعد ما ضفنا ما زهر كنخلطوا مزيان، يعني باش يدمجوا لنا دوك المكونات كاملين مع اللوز. كنحصلوا على هاد العقده ديال اللوز كتجي واعره في المذاق، يعني جربوها. كل شيء واجد عندي، اللوز، الدغميره مع البيض، الدجاج حتى هو واجد، وذوبت واحد شويه ديال الزبده هكا في زلافه. زائد الزبده غادي نحتاجها باش ندهن بها الورقه، يعني ديك الورقه اللي عندي غنبقى ندهنها شويه بشويه هكا حتى كنكملها. من بعد غادي نعمر البسطيله. المهم بقاو مع الفيديو حتى الاخير، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وإلا وصلتوا هنا وباقي ما اشتركتوش في القناه، كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم ليا، وحتى التعليق ديالكم اللي ديما كتفرحني. وهنايا البسطيله ديالنا ها هي من بعد ما مونطيتها كامله وقديتها. صراحه المقطع ديال فاش كنت كنمونطيها وكنقادها نعمرها تمسح ليا، وحتى البسطيله الاخرى حيت صوبت 2 متوسطين. البسطيله الثانيه درت لها فيديو ديالها بوحدو، حتى داك المقطع تمسح ليا، ولكن ماشي مهم. المهم هو انني شاركت معكم المقادير كلها من الاول حتى الاخير، وشاركت معكم حتى الطريقه، يعني طريقه مبسطه بزاف، يعني سهله ما صعيباش بزاف. ها هي كيفاش جات زوينه، جات عامره يعني من الداخل وفيها القوام. غادي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، وغنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. في امان الله.